السبب اللي خلى المنتخب الوطني المغربي انه يكتسح المنتخب المصري ب6 ديال الاهداف مقابل لا شيء. علاش ما لعبش معهم نفس اللعب اللي دار مع المنتخب العراقي، مع العلم انه كان بالامكان ديالو يضيف اهداف اخرى اكثر من 3-0 اللي خرجت بها النتيجه ديال المنتخب العراقي. غنرجعوا شي شويه للور باش تفهموا منين جا هذا المشكل. اذا المشكل جا من نهايه ديال كاس افريقيا المؤهله للاولمبياد واللي تقامت في المغرب، واللي جمعت المباراه النهائيه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري الاقل من 23 سنه. فمن بعد ما انتصر المنتخب الوطني المغربي على نظيره المصري، مشاو اللعابه ديال المنتخب المصري وتوجهوا للجمهور وبداو كيتراشقوا معاهم بالقنينات المائيه، بالاضافه الى بعض اللاعبين اللي كانوا كيديروا اشارات بيديهم بان فوزي القجع انه كيشري اللقاءات ولا شرى المباراه ديال المنتخب المغربي مع النظير ديالو المصري، زعما بانهم ما خسروش بالكره وخسروا بالفلوس. هذا الشيء اللي خلى المنتخب الوطني المغربي يكتسح المنتخب المصري في الاولمبياد ديال باريس ب6-0 في المباراه للحصول على الميداليه البرونزيه، باش يبين لهم ويبين للعالم كامل ان المستوى ديال الكره الوطنيه المغربيه في تطور متقدم. وهذا الشيء هو اللي خلاهم باش يدفعوا الثمن غالي. اذا سداسيه مدويه وضجه كبيره في الاعلام المصري، وغادي نخليكم تصنتوا الاهم ما قاله الاعلام المصري حول هذه النتيجه التي سببت عده ردود افعال سلبيه وايجابيه من طرف ديال الاعلام المصري، لان البعض منهم فقط هو اللي تذكر هذه المساله بانها ثأر من المنتخب الوطني المغربي، والبعض الاخر كيرجعها بانه التطور ديال الكره المغربيه في السنوات الاخيره هو اللي خلى المغرب ينتصر على المنتخب المصري. وما تطرقوش لهذا الجانب هذا اللي غادي نوريكم دابا اشنو قال عليه الاعلام المصري. ما تنساش تفعلوا خاصيه الجرس واشتراك وخليو التعليقات ديالكم، وشكرا، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر. اولا الفرق بيننا وبين المغرب اللي لعبناها من شهور في المغرب في نهائي كاس للشباب وخسرنا بالعافيه 2-1 تحول فجاه ل6 اهداف. هل الفرق بيننا وبين المغرب في الكوره 6 اهداف ولا اللي حصل ده كان حدث عرض؟ بص، هو ده سؤال صعب الاجابه عليه بشكل قاطع، لكن ممكن نقول عليه انه ولا في نفس الوقت. لا بالنظر الى حجم الكره المصريه. الكره المصريه كره كبيره جدا، ومش ممكن يكون الفرق ما بين مصر والمغرب 6 اهداف ابدا، لكن نقدر نقول انه ال6-0 هي الفارق ما بين الاتحاد المغربي لكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم، ومش بس في البطوله دي، لانه احيانا انت بتصطدم بنتائج كبيره على مستوى بطوله واحده ممكن ما تكونش دقيقه، لكن الحقيقه احنا تاهل المنتخب الاولمبي مع كل تقدير والاحترام للعيبه، وانا باكد على ده، والمدرب تحديدا عملوا شغل هايل وتفوقوا على نفسهم، لكن هو تاهل خادع جدا ان انت توصل بهذا الفريق الى الدور نصف النهائي. يخدع اي حد ان مصر رابع دوره الالعاب الاولمبيه. لا، احنا من البدايه ما كانش فيه توقعات، وللاسف الشديد اول ما وصلنا دور الاربعه كان كمان برغم ان احنا تاهلنا بشكل جيد، كانت يعني توقعاتنا واغلب الاحتمالات بتقول انه مصر هتكون رابع المربع الذهبي، وللاسف اكتر رغم ان 6-0 نتيجه ثقيله جدا وقاسيه جدا، لكن احنا كنا متوقعين الهزيمه قبل المباراه بالنظر الى حاجات كتير قوي. بس انا عايز اقول ملاحظه قبل ما او طبعا استدراك بسيط عشان بس الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم على ايه النهارده. احنا مش جايين النهارده عشان نقول المغرب واو حاجه جامده جدا حاجه رائعه جدا، لا، المغرب كمان عنده سلبيات صحيح في البطوله المحليه، بيعتمد على حاجات نقاط قوه معينه هي اللي فرقت معاه الفتره الاخيره، هنتكلم على ده خلال الحلقه. ومصر مش كل حاجه في الكوره المصريه في منتهى السوء، لا، مصر كره قدم كبيره بالتاكيد، بل عندها مميزات الحقيقه مش موجوده عند كره القدم المغربيه، على راسها مثلا تالق الانديه اهلي وزمالك على المستوى القاري، وحتى تالق المنتخب المصري على مستوى كاس افريقيا. لكن حصل دلوقتي كبوه للكره المصريه في مقابل الكره المغربيه بتعيش فتره تالق غير عاديه. حاجه كمان مهم جدا ان احنا كمصريين واحنا بنتفرج على الالعاب الاولمبيه دلوقتي وبنشوف السلبيات الكتيره اللي قدمتها الكره المصريه وشايفين نجاح منتخب عربي بيسعدنا، المنتخب المغربي بالمناسبه، مش عيب ابدا رغم ان احنا كره قدم كبيره وعريقه ان احنا نتعلم من الاخرين. وعندنا درس كبير في الالعاب الاولمبيه، لما تشوف نتائج الجمباز على سبيل المثال هتلاقي انه امريكا مسيطره على الميداليات الذهبيه. لو رجعت 30 و40 سنه لورا
هتلاقي امريكا ما كانتش بتكسب في الجمباز خالص. ليه؟ كان وقتها الكتله الشرقيه الاتحاد السوفيتي رومانيا كانت مسيطره على البطولات دي. امريكا رغم انها امبراطوريه رياضيه ضخمه في جدا حاجه كانت واقعه فيها وقامت، راحت جابت اللاعبين السابقين والمدربين السابقين في دول الكتله الشرقيه، بداوا مشروع تطوير رياضه الجمباز في امريكا. النهارده امريكا بتسيطر على اغلب ميداليات الجمباز، بالتالي احنا كمصر محتاجين ان احنا نحسن اخطائنا، ولا يوجد اي مانع ومفيش حاجه تضر ابدا في ان احنا نتعلم وناخد بعض الحاجات الايجابيه من المدارس المحيطه بينا، بالذات اللي شبهنا. ليه؟ لانه وانا اسف على الاطاله، الكره المغربيه شبيهه جدا بالمصريه في بعض الحاجات. انا ما اقدرش اقارن واسمح لي ما بين الكره المصريه والكره السعوديه، لان الامكانيات الماديه في الكره السعوديه كبيره، صح. لكن المغرب عندها امكانيات ماديه لا تفوق المصريه كثيرا، لكنه بيجيد الصرف وبيجيد الانفاق وعنده حسن اداره، ويجيد الاداره بالظبط، ويجيد دي مهمه جدا، حسن صحيح. التسيير زي ما هم بيسموه في المغرب. طيب. صعب على اي مصري يا كابتن فاروق ان هو ما يعبرش طبعا عن حزنه النهارده والنتيجه الثقيله اللي لسه طبعا خلصانه منذ قليل، مباراه مصر امام المغرب والسداسيه للمنتخب المغربي، توج بيها طبعا الميداليه البرونزيه، اكيد بنبارك له، لكن في نفس الوقت هارد لك لرجال الفراعنه. تعليقك يا كابتن؟ يعني انا تعليقي ان اللعيبه لعبت من بدايه البطوله، لعبوا بشكل كويس، وكان في اصرار وتصميم ان هو يوصل للنهائي، وكان عنده الفرصه ان هو يوصل. لكن انا برضك عنصر الخبره ما كانش بنفس القوه. برضك عايز اتكلم على اللعيبه، الفترات الاعداد وتطوير الاداء وافكار المدرب ما كانتش موجوده بشكل كبير في الملعب الا مع الفرق اللي هي قريبه منك في المستوى الفني. ولكن برضك احنا مش عايزين ننكر نقول ان اللعيبه ما عملتش اللي عليها، لا اللعيبه عملت اللي عليها. لكن في نقطه مهمه جدا دايما بنقعد نقولها وفي الاستوديو بنقعد نقولها وما حدش يعني بيركز معانا. احنا مش متعودين ان احنا نلعب كل 3 ايام مباراه. خلينا بقى نبني عليها ان انت مش متعود تلعب كل 72 ساعه مباراه، انت مش متعود على كده. اما حطيت بقى بشكل رسمي وبشكل طبيعي للفرق الثانيه. المغرب بيلعبوا كده، المدارس في المغرب بتلعب كده، المدارس في اسبانيا بتلعب كده، في فرنسا بتلعب كده. كل المشاكل اللي كانت موجوده عندك بدا المعدل البدني عندك والتركيز المعنوي والنفسي بدا يهبط شويه بشويه لغايه ما جيت في النهايه ما قدرتش. انت النهارده الاداء بتاع المنتخب هنحط علامه استفهام، ايه اللي هبط الاداء ده؟ هتروح على طول المعدل البدني للعيبه. كويس، طالما المعدل البدني اللي هو السلاح اللي بيشيلك، اللي انت عشان تبقى تطلع قدراتك والامكانيات بتاعتك ومهاراتك، هو السلاح اللياقه البدنيه. مع الضغط المباريات هبط الاداء بتاع اللعيبه. النهارده انت شفت الميس باص بنسبه عاليه جدا، دي اول مره يعني في البطوله، اول مره. تاني حاجه اللعيبه يعني كان هو الامور ماشيه معاها كويس. هم اصطدمت بفريق المغرب، فريق المغرب هو منظم من بدايه المباريات، حتى في المباراه اللي خسرها الاخيره هو فريق منظم، فريق بيلعب كره جماعيه بشكل كويس. المتوسط الاعمار عندهم قريبين من بعض، عندهم الاثنين الكبار او الثلاثه الكبار اللي موجودين عاملين حاله. يعني النهارده فارق النهارده ما زيزو خرج فرق بشكل كبير، ما لقيتش البديل ليه، ودي مشكله. بجانب طبعا زيزو النني بيلعب في مكان انت محتاج واحد بيستريح، لياقته البدنيه تبقى مستمره في الاداء، كل شويه يرتقي في المستوى. النني قدم للبطوله دي بشكل كويس جدا. ولكن انت بتوصل لمرحله دي الامكانيات اللي موجوده دلوقتي، ان انا ما اقدرش العب من غير، او انا ما اتعودتش، او انا هبني بيت وانا مش عارف الاساسيات بتاعته. الاساسيات بتاعتنا ان احنا مش متعودين ان احنا نلعب كل 72 ساعه مباراه. المعني وحده فقط يا كابتن شادي هو سبب الانهيار اليوم، ام ان هناك عوامل اخرى من وجهه نظرك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. لا، امور تانية كتير. في علامات استفهام على المنظومه بشكل عام. هي دي الحقيقه ان مدير فني باقل الامكانيات، بمجهوده الشخصي، باختياره لبعض اللاعبين، قدر يوصل للشكل ده اللي البعض قبل مباراه المغرب كان راضي عن الاداء وراضي عن جماعيه الاداء وراضي عن الرجوله. بتخرج من المباراه، حتى المباراه الاخيره اللي خسرتها انت عملت اللي عليك امام فرنسا. فده مجهود فردي من مدرب ولاعيب بعيد عن المباراه. طيب هتقول لي ازاي والمغرب خسران 6؟ ايوه، عشان بص الناحيه الثانيه، المغرب ده الصف الثاني بتاعها بيطعم ببعض اللاعبين الكبار في تخطيط من 10 سنين فاتوا. عشان كده بتشوفها في كاس العالم للكبار بالشكل ده، وبتشوف منتخبها الاولمبي بالشكل ده. صحيح. منتخب قوي منظم سريع، حافظ بعضه، جماعيه في الاداء، الخطوط منتظمه، انتشار جيد، ضغط 10 على الفرقه. النهارده المنتخب مش عارف يخرج بالكوره.
الاعذار اللي بنقولها دايما، الغيابات ومين ناقص، ده منتخب مصر. انت عندك القاعده كبيره بتختار منها عشان لعيب منتخب كله على نفس المستوى. فلو جبت لعيب فني مش كويس، فاللعيب اللي انت جايبه ليه اصلا ما بتثقش فيه. كان ليه الحريه اصلا في الاختيار يا ما كانش، ما هو ده بقى، ما هو ده كان اوبشن للراجل، لا ما كانش موجود. يبقى احنا هنا نشاور على الحاجه الصح في البدايه، المنظومه. منظومه بتشتغل من غير تخطيط، فالطبيعي ده الحصاد بتاعها. عشوائيه في كل حاجه. النهارده اللياقه البدنيه متفق في جزء مع الكابتن فاروق، والجزء الثاني اللي انت النهارده الناس كلها اخذت اجازات والناس كلها بتستريح، والعنصر ده هتقول لي عنصر شاب ما بيلعب حتى لو مش متعودين، انت اوريدي ما فيش راحه اصلا. اللعبه دي ما راحتش اصلا خالص، كبير وصغير. صحيح. ده راجع للتخطيط، العشوائيه، بنقول كده بقالنا سنين بنقول الكلام ده. واول ما تعمل ماتش ماتشين كويسين ننسي الناس الفكره بتاعت نتناسى ان احنا عندنا مشكله حقيقيه. المشكله الحقيقيه من جذورها اللي انت مفيش نظام، مفيش انضباط في كل حاجه، مفيش مساعده. حتى المدير الفني، هل حد كان يتوقع اصلا اللي يجيب النني؟ ما كانش في الحسبان اصلا. صحيح. انت اجبرته على ناس معينه عشان انت انا دايما بقول الجمله دي وانا مسؤول منها. اللي بيدير المنظومه لازم يبقى قوي، صاحب قرار. عشان لما تبقى صاحب قرار تقدر النهارده الراجل ده طالب فرقته، لكن لما ابقى ضعيف ابقى الانديه اقوى مني، فده الطبيعي اللي انت تخسر 6 واكتر من 6. ده رايي. اذا هي نتيجه منطقيه ان لم يكن هناك علاج حقيقي وجذري لمنظومه الكره المصريه، زي طبعا متفق خبرائنا ومحللينا في الاستوديو التحليلي. في البدايه برحب بكل من الكابتن محمد عمر. كابتن محمد اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك كابتن تامر، وسعيد ان انا معاك، واكيد مع الكابتن فضل طبعا. كابتن فضل اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك يا تامر، وطبعا شرف التواجد مع كابتن محمد عمر، يعني ما فيهاش كلام، والتواجد معاك بشياكتك وكل حاجه. ربنا يخليك كابتن. حتى كمان تمركز ايديك، عجباني الحركه دي. تمركز في البدايه وقبل الحديث عن هذه المباراه، مباراه سموحه والاهلي، حصل المنتخب الاولمبي المصري على المركز الرابع في طبعا اولمبياد باريس 2024 بعد خسارته امام المغرب، لكنها سداسيه. لكن المنتخب الاولمبي تألق في المباراه المجموعات في البدايه، ثم في مباراه الادوار الربع النهائي ونصف النهائي. بص، الحقيقه هارد لك طبعا المنتخب الاولمبي، لكن كل حاجه منذ بدايه هذه البطوله او قبل البطوله كانت عكس الاتجاه. لا اعداد جيد ولا استقرار على اللعيبه اللي هم الكبار اللي فوق السن، ولا الحقيقه يعني كانت الامور ضد منتخب مصر. انت بتلعب النهارده وانت لاعب ساعه كمان زياده من خلال مباراتين. صحيح. وفيهم مباراه كان فيها ضربات ترجيح كمان. وعايز بس اشرح حاجه في حته ضربات الترجيح دي، او يعني ضربات الجزاء. الناس بتتخيل ان دي اسهل حاجه في المباراه هي ضربه الجزاء. لا، دي بتوتر اعصابك وبتزيد، وانت كمان بتلعب كل 3 ايام، فدي عمليه مرهقه. التفكير او الاجهاد الذهني ده مرهق جدا يعني. فانا الحقيقه كنت مشفق على لعيبه منتخب مصر النهارده، وهم ختام ما كانش متوقع الحقيقه، كان بيتمنى عكسه الشعب المصري يعني. لكن عايز اقول ان المنتخب ده ابطال، مدرب رائع جدا، له اخطاء، مين فينا ملوش اخطاء يعني. هي بس مشكلتنا كمان يعني، عشان نختصر هذا الموضوع، انت امور طبيعيه انك تخرج من البطولات بطوله بعد البطوله يعني، الا القليل منها. انا من وجهه نظري انت لازم تنسف قوانين كره القدم المصريه. نمره 1، مش عيب ان انا استعين بالتجربه المغربيه او ايا كان اي تجربه وابدا من الصفر، صرف النظر بقى اصل السوشيال ميديا هتقول عليا ايه، اخسر مش عارف ايه، اخسر الكرسي بتاع في اتحاد الكوره، الكلام ده مش مهم. نمره 3، الحقيقه كنت اتمنى من بدري قوي اتحاد الكوره يرحل، لان الحقيقه حتى الرابطه كمان يعني ما لهمش اي شيء مؤثر جدا على الكره المصريه، بل تاثيره كان بالسلب. يعني شرح كابتن محمد عمر طبعا وافي جدا. يعني الواحد حزين كلنا، يعني ما كناش نتمنى الخروج يعني. ماشي، وارد ان انت كنت ممكن تخسر من المغرب يا تامر النهارده. منتخب المغرب منتخب قوي جدا، منظم، عامل اسباب زي ما كابتن محمد عمر قال، اسباب النجاح مش على صعيد كره القدم فقط، على صعيد الرياضه بشكل عام، وانت اكيد شايف النتائج. لكن الهزيمه وشكل الهزيمه هو اللي سيء جدا.
هكلمك من وجهه نظري. اتمنى هي في وجهه نظر حد بيبقى مسؤول او حد بيبقى مش داخل المطبخ، وفي وجهه نظر جمهور. وجهه نظر جمهور كل حاجه هتبقى شايفها سودة، يعني بتبقى مستاء جدا، كل حاجه صعبه جدا. ما تبص على الاخفاقات. وجهه نظر مسؤول او حد عنده رؤيه، حاول تبص في الحاجات المضيئه. ايه الحاجات اللي انت اتعملت صح حتى لو بالصدف؟ يعني قبل كده احنا اتكلمنا 2006 و8 و10 كان في حاجات بالصدفه اتعملت صح، اللي هي وجود كابتن حسن شحاته مع 3 اجيال، دي بالصدفه بس اتعملت صح. فانت حاول تبص ايه الحاجات اللي انت استفدت منها في هذه التجربه. هل في لعيبه ينفع المنتخب الاول؟ المدير الفني ميكالي اللي احنا اتكلمنا عليه هل ينفع؟ بتبتدي بقى انت تقعد تفلتر الكلام يا تامر، ولكن يعني الحزن طبعا موجود. والتعلم ايضا من اخطاء الماضي. نفتح ملف هذه المباراه، مباراه سموحه